تقعد تتعلم من الصدمات والمواقف الصعبة والحزينة اللي بتعدي عليك وسيبها تعيد تشكيل شخصيتك ونفسيتك وعقلك. كل اللي بنتعرض له في الحياة له دور كبير جدا في نحت شخصيتنا وتهيئة نفسيتنا لما هو أصعب. كل ده بيدينا بعد نظر وتوقع للأحداث الصعبة عشان تساعدنا إننا نتقبل الصدمات المستقبلية. بس الكلام ده كله يعني ممكن ناخد منه الحاجات الحلوة اللي هي إيه بقى؟ في باطن الصدمات دي والحزن نعمة كبيرة جدا، بتتولد شخصية أقوى أمام أحداث كانت ممكن تقضي علينا، بس إحنا بنتفاجئ إننا قدرنا نتحملها. وده ببساطة لأننا مرينا بفترات تهيئة قبل كده وتعرضنا لحاجات بشكل مستمر وبشكل تدريجي عشان نقدر نتحمل اللي جاي. صدمة بعد صدمة، موقف بعد موقف، هتلاقي نفسك أقوى، هتلاقي نفسك بتقدر تتحمل، هتلاقي نفسك بتقدر تساعد نفسك وتساعد غيرك وتساعد ناس إنهم يعدوا المواقف الصعبة اللي هم فيها. هتقدر تربي ولادك وتخلي شخصيتهم أقوى وتساعدهم في أي موقف صعب عليهم. اجتيازك للحظات الصعبة اللي جاية هيبقى سلس أكتر. خد بالك، الصدمات وأي لحظة صعبة بتديلك قوة وبتقلل من الهشاشة النفسية اللي ممكن تعرضك للأذى من أقل موقف. سنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.